إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا، وابتلانا بالعيش في هذه الدنيا وبالكون فيها لينظر كيف نعمل. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر ولهدف ولغاية شرعها لجميع المكلفين، وأمرهم أن يكونوا بها متمسكين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية، وهذا هو الهدف، وهذا هو الذي لأجله خلقنا الله تعالى في هذه الدنيا، أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص له الدين، وأن نكون في هذه الدنيا مقيمين شرعه متمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله سبحانه وتعالى اختبرنا وابتلانا بأن يجعل لنا أعمارا ويجعل لنا سنوات يستطيلها البعض، يراها البعض طويلة، نعيشها في هذه الدنيا. رب العالمين في أول سورة المعارج يقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الله سبحانه وتعالى اختبرنا وابتلانا بالوجود في هذه الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى أرشدنا وعلمنا وهدانا بإنزال الكتاب الكريم وببعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عندنا الكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال، وفيهما إرشاد جميع الجهال، وفيهما الخروج من كل شر وسوء إلى ما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولكن يقل عدد هؤلاء الذين يتعلمون ويعلمون ويعملون بالقرآن والسنة، يقل عدد المهتدين حقا بالقرآن والسنة. حتى في عدد المسلمون الآن أكثر من 1.5 مليار، لكنك تجد من بين هؤلاء المسلمين تجد بعدا كبيرا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كثير من الأبواب وفي كثير من الأمور، خصوصا في الهدف الذي لأجله خلقنا. فما الهدف الذي نعيش له؟ نتدبر في أنفسنا أولا، وفي من حولنا ثانيا. لماذا نحن نعيش؟ وما الهدف الأساس لعيشنا؟ وما الغاية العظمى التي نريدها من هذه الحياة الدنيا؟ فبعض الناس على سبيل المثال همه في هذه الدنيا وغايته أن تكون عنده فيلا كبيرة وسيارة عظيمة وقصر في كذا. هذه غايته، هذه أمنيته، هذا الذي يتمناه، وإن كان مترقيا فهذا الذي يسعى إليه بالفعل. شخص ثان أمنيته في هذه الدنيا أن ينال جاهة، أن ينال شهادة، أن ينال منصبة. فتجد شخصا هو وأهله وقبيلته وعشيرته يعيشون وهم يتمنون أنه يحصل شهادة الدكتوراه على سبيل المثال، أو أن ينال الشهادة. بعض الناس يتدندون هذا إذا حصل البكالوريوس أو حصل الإجازة أو حصل حتى الدبلوم، يعتبر أنه قد بلغ أمنيته في الدنيا. إذا حصل أي شهادة من هذه الشهادات أو نالها، ما الذي سيكون له في الآخرة عند الله بمجرد تحصيل هذه الشهادة؟ إذا لم يكن محصلا ما يحصل، وعاملا فيما يعمل، ومجتنيا ما يجتني لله رب العالمين ولخدمة الإسلام والمسلمين، فإن صفقته خاسرة، لأنه يعيش لنفسه وما عاش لنفسه حقا. هذه الأموال وهذه الشهادات وهذه القصور وهذه السيارات لن يأخذ معه شيئا في قبره. وهذا القبر قريب إلى الواحد منا أم بعيد؟ قريب جدا. لا تدري، لعلك لا تمر عليك هذه الليلة إلا وأنت في قبرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول هذه الليلة، هذا أمر قريب جدا. ماذا تقول؟ دع عنك هذه الليلة، في الليلة القادمة بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، لكنك ستأتي عليك ليلة وأنت في قبرك، ليس معك شهادة، وليس معك وظيفة، وليس معك مال، وليس معك شقة، وليس معك سيارة، وليس معك عمارة، وليس معك ثناء الناس، وليس معك ما أجلبت وسعيت في تحصيله في هذه الدنيا. كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تبقى مرتهنا أسيرا مأسورا بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هؤلاء القدماء المصريون الذين بنوا الأهرامات وبنوا المعابد وبنوا ما بنوا وصنعوا ما صنعوا، وكانوا يعيشون في هذه البلاد التي نعيش فيها حفظها الله تعالى من كل شر وسوء. ماذا أخذوا معهم؟ ما الذي أخذوه معهم؟ أعدوا قبورا في أهرامات، وأعدوا صنعوا أمورا حتى يستعدوا لما يظنون أو يتوقعون على خلاف الإيمان بالله واليوم الآخر. هل استطاعوا أن يغيروا شيئا من الواقع أو من الحقيقة؟ هل أخذوا معهم شيئا مما تنافسوا في اقتنائه وتحاربوا لأجله في هذه الدنيا؟ أبدا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. عباد الله، لابد أن نعلم أننا في هذه الدنيا مخلوقون لعبادة الله وطاعته. نعم، نعيش في هذه الدنيا، نأكل ونشرب وننام ونستيقظ ونذهب ونرجع ونروح ونجيء، ويكون منا ما يكون من سائر الناس في هذه الدنيا، ولكننا كمسلمين، ولكننا كناس أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الاهتداء بهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن يكون أمرنا متميزا وعيشنا متميزا، لأننا علمنا من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. علمنا حقيقة وسبب وهدف وجودنا في هذه الدنيا، وعلمنا كذلك حقيقة ونهاية هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ابتلانا الله بأن نوجد في هذه الدنيا يتصارع فيها الناس، يتقاتل فيها الناس، يتنافس فيها الناس، يسعى فيها الناس، يغفل فيها الناس، يبتعد فيها الناس، ولكن توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا لا بد أن يكون هدفنا في هذه الدنيا أن نستقيم على طاعة الله، أن نستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لما ذكر قارون وذكر ما نصح به، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. عندك أموال كثيرة لا تتركها، ما قال لك أحد إنها تحرم عليك إذا كنت اجتنيتها من مصدر الحلال، لكن ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. استعمل كل ما أنعم الله به عليك لأجل أن تتزود للآخرة. عندي علم دنيوي، عندي علم ديني، عندي مال، عندي خبرة، عندي صناعة، عندي حرفة، عندي دراية بأي شيء، استخدم هذا في الاستعداد للآخرة، في العمارة للآخرة، في التجهز للآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. الله تعالى أمر، أو هذا كان التوجيه في كتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكر نصيحة هؤلاء القوم أو نصيحة هؤلاء الناصحين الصادقين لقارون. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لا بد أن نعقل ما في كتاب الله، لا بد أن نفهم ما في كتاب الله. كثير من الناس في الواقع تجده أنت لماذا تعيش؟ ما هدفك في الدنيا؟ يقول هدفي أن يكون أولادي كبارا وأراهم هكذا كبارا أمام عيني، ثم ماذا؟ هل أولادك اهتممت أن يكونوا مصلين؟ هل اهتممت أن يكونوا متبعين للقرآن والسنة؟ هل اهتممت بصلاحهم بدينهم بآخرتهم؟ هل اهتممت بهذا؟ طيب وإذا صاروا كبارا ونالوا أعلى الشهادات ورأيتهم كبارا أمام عينيك، ربما كانوا من أعق الناس لك ومن أفسد الناس عليك، وربما صاروا بأحوالهم وبتقصيرك في أمرهم وبالا عليك في الدنيا والآخرة. إذن المرء فينا لابد أن يحتسب ما يعمل لله. نربي الأولاد لله، ننشئ أنفسنا، نطعم أنفسنا وأهلينا لله، نجعل بيوتنا لله، نعلم أولادنا تعليما شرعيا، تعليما دنيويا لله. ابني أحرص أن يأخذ شهادة
ولو كانت دنيوية ليس لمجرد الشهادة، وإنما لكي يكون خادما للإسلام والمسلمين متقربا بهذا كله إلى الله. أحرص على أن أكون ذا مال حتى أستغني عن الخلق، حتى لا أمد يدي إلى الخلق، وحتى يمكنني من هذا المال أن أنفق في سبيل الله وأن أتصدق على الفقراء والمساكين. هذا شيء حسن ليس شيئا مذموما، ولكن كل شيء يعمل لا بد أن تنوى به النية الحسنة لله سبحانه وتعالى. وأما أن نعيش في الدنيا مقبلين على الدنيا معرضين عن الآخرة فنحن قد ارتضينا السجن. نحن بهذا نرتضي السجن الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن الدنيا بالنسبة إلى ما ينتظر المؤمن من نعيم في الآخرة هي سجن بالنسبة إليه، والكافر بالنسبة إلى ما ينتظره من عذاب في الآخرة هذه الدنيا جنة. فأنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، يا من تريد النجاة ويا من تريد السلامة ويا من ترجو الوفاة على الإسلام، إذا ما أقبلت إلى الدنيا وعلى الدنيا ولم تلتفت إلى الآخرة فكأنك ارتضيت السجن الذي جعل سجنا للمؤمنين. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عباد الله، كما قال الله تعالى في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يوم القيامة وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رب العالمين قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أجلا والله كتب علينا الموت والله سبحانه وتعالى
أخبر أن يوما آخرا سيكون، وأن القيامة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. فيا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو يحرص على أن يأخذكم عما أنتم عليه من الإسلام والإيمان إلى الشرك والكفر، وإلى البدعة والضلال، وإلى المعصية والفسق، وإلى البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حزبه المفلحين، وأن يجنبنا مسالك الشياطين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يحشرنا في زمرة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.